السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اليوم جبت لكم كذلك حلوه من الحلويات ديال العيد اللي كتجي رائعه، وهي غريبه بالكوك والسنيده. بقاو معايا. بالنسبه للمقادير فاحنا هنايا كنحتاجو 200 غرام ديال السنيده، كنحتاجو خماره، كنحتاجو كاس ديال الزيت، 250 غرام ديال الكوك من النوع الجيد، 250 غرام ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه، كنحتاجو كذلك 3 ديال البيضات، قشور ديال حامضه، قبيصه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه كنديرو كنحطو البيض ديالنا وغادي نزيدو عليه 200 غرام ديال السنيده ونخدموهم مزيان حتى كنحسو بان ديك السنيده دابت في البيض اولا اندمجت مع البيض، ومن بعد عاد غادي نزيدو المكونات الاخرى. غادي نزيدو قبيصه ديال الملح، وغادي نبداو نخويو الزيت بشويه بشويه مع التحريك. ضفنا كذلك قشور ديال الحامضه كتعطيها واحد لوغو زوين في الغريبه ديالنا، وغنستمروا في التحراك. اول حاجه كنبداو نضيفو فيها وهي الكوك اللي خصو يكون من النوع الجيد، يكون رقيق باش ما يشربش لينا المكونات ديالنا وحنا مازال ما ضفنا السميده. دونك السميده دائما كنخليوها هي الاخرى، وكنبقاو نضيفو بشويه بشويه حتى كنحصلوا على القوام ديال الحلوه اللي بغينا. ماشي نديروها دفعه واحده باش ما تجيناش الغريبه ديالنا ناشفه. من بعد ما دلكنا المكونات ديالنا باش كيزيدوا يتعلكوا لينا، كنحصلوا على هذا القوام. هذا ما خصهاش تكون ناشفه باش كتشقق لينا وكتجي معلكه من الوسط. دونك انا دابا غادي نحضر السكر كلاصي ديالي ونبدا مباشره في تشكيل الحلوه. هنا كما كتشوفوا معايا خديت السكر كلاصي اللي كيكون مغربل من قبل، وخديت شويه ديال الماء الزهر باش غادي نبقى نديرو في يدي باش ما تلصقليش الحلوه. صافي كنديرها على شكل كويرات، كل واحد يدير القياس اللي بغا، وكنضغط عليها شويه وكندوزها مزيان في السكر كلاصي. ومن بعد عاد غادي ندوز باش نطيبها. بالنسبه للطياب ديال هاد الحلوه فاحنا كنطيبوها من الفوق هو الاول حتى كتشقق مزيان، عاد كنشعلوا عليها من التحت. هذا هو السر باش ان الغريبه ديالنا كتجي مشقه، خاصها طيب من الفوق هو الاول، اي العافيه تكون فوق منها، ومن بعد عاد نهبطوها ونديروا العافيه تحت منها.
دونك انا غادي نستمر على هاد الطريقه حتى نكمل الكويرات ديالي ونرجع معكم. فهنا من بعد ما ساليت الكميه ديالي كنخليهم شويه متباعدين، كنديرهم فوق ورق الطهي، ويا اما دهنوا الطاوه مزيان بالزيت باش ما تلصقش ليكم. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا، كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير. على بروشين فيديو ان شاء الله.